انت اخر مرة ضحكت فيها ضحكة عالية من قلبك كانت امتى؟ طب كنت مع مين؟ ولا كنت لوحدك؟ مسا على كل مستمعينا الحلوين، مستمعين هاي فايف. معكم جهاد فكري كل يوم خميس الساعة 6، والنهاردة موضوعنا عن الضحك بصوت عالي. في نوع من انواع الضحك اول ما يطلع تحس فجأة ان في حجر كان على صدرك ووقع. في ضحكة بتطلع بالعافية، وفي ضحكة تخلي كل اللي حواليك يبصوا ليك ويقولوا ماله ده. بس تعرف بقى إن الضحكة دي أحلى حاجة ممكن تعملها لنفسك. الضحك العالي مش قلة أدب، ده قلة كبت. قلة كبت. هو سؤال بس، هو احنا ليه بقينا نخاف نضحك بصوت عالي؟ ليه بنعمل الضحكة المكتومة بدل ما نعمل ضحكة اللي بتسمع الشارع كله؟ ومن كتر العفوية إدنا تخبط على الترابيزة أو حتى نسقف. يعني من إمتى بقينا بنتحاسب على الضحك؟ ومن إمتى بقينا بننحرج لما بنضحك؟ يعني من إمتى بقينا بنخاف نبان مبسوطين؟ إحنا أصلا يا جماعة مش بنضحك كتير، وكل ما نقلل في الضحك بنزود الإحباط والسترس والنكد. الضحك علاج رسمي، وده جد ومش هزار. خليني أقولك إن العلم بقى واللايف كوتشنج، ودي حاجة إحنا مش جايين لا نعملها ولا نتكلم عنها أساسا، بس بنحب ننكش فيها على الماشي. بيقولك إيه بقى؟ بيقولك إن الضحك العالي بيقلل التوتر وبيريح الأعصاب، بيرفع المناعة وبيخلي المخ يفرز هرمونات السعادة وبيدي طاقة. يعني ضحكة واحدة بصوت عالي وتكون طالعة من القلب تعمل فيك اللي بتعمله في جلسة سبا، ويمكن دافع فيها يجي 1500 جنيه أو يمكن أكتر. يا عم اضحك، الضحك أسهل بكتير ولسه ببلاش. الضحك والزكام زي بعض، الاتنين بيعدوا، بس الضحك أحلى عدوى ممكن تاخدها. أكيد قبل كده ضحكت عشان حد ضحك، أكيد. أول ما تسمع ضحكة عالية خلاص بتلاقي روحك داخل في الضحك، ويمكن لا تكون فاهم ولا عارف الموضوع. وساعات تقول هو احنا بنضحك على ايه اصلا؟ بس طبعا ما بتلاقيش اي اجابة. يا سلام لو القعدة حلوة وكل اللي قاعدين ارواحهم خفيفة، بتلاقي الضحك ده عامل زي اغنية الكل حافظها وبيغنيها. الضحكة اللي بتطلع فجأة دي الضحكة اللي بتخونك. بتلاقي نفسك ماسك نفسك جدا، انت في الدرس، في شغل، في اجتماع، او حتى في المواصلات، وفجأة قهقهة جامدة جدا والكل يبص ليك، وتلاقي روحك بتقول والله ما اقصد، اصلي افتكرت حاجة. ايوه فعلا انت افتكرت ميم وضحكك. الضحكة اللي مع الناس اللي بنحبهم، ياه، يا لما بنضحك ضحكة حقيقية من غير فلتر ومن غير ما نفكر في شكلنا عامل ازاي. ضحكة صوتها عالي جت من قلبك وانت في وسط ناس قلبك مرتاح ليهم. مفيش أجمل من إنك تكون قاعد وسط ناس وتكون مبسوط وبتضحك من غير ما تفكر، وده بقى اسمه أمان وراحة. طب هو الضحك بقى للأطفال بس؟ مش عارفة ليه بسمع الجملة دي كتير في الفترة الأخيرة، اكبر يا عم وكفاية ضحك، أو الضحك ده للعيال بس. هو مين اللي أخد القرار المريض ده؟ صحيح احنا كبرنا والضحك قل، بس هو قل عشان انشغلنا بالمشاكل والفواتير والشغل والتارجت والديدلاينز. بس الضحك مش رفاهية، ده حق، دي نعمة، ده زي النفس لازم يكون موجود. احنا محتاجين نضحك اكتر ونقلل اكتر من الزعل. في ضحكة بتطلع ومعاها دمعة، بس مش بتكون دمعة حزن، دي بتكون دمعة فيها كلمة أنا كنت محتاج ده من زمان، ياه أخيرا ضحكت. وده بقى اسمه تنظيف داخلي، ريست لنفسك كده. هو يعني لازم يكون في سبب قوي عشان نضحك؟ الحقيقة إن المشكلة إننا تربينا إن الضحك من غير سبب قلة أدب، وكبرنا على كده، وبصراحة معرفش إيه السبب في ده. بس خليني أقولك
إن إحنا مش محتاجين سبب قوي عشان نضحك خالص، لأنك لو شفت فيديو تافه بتضحك، لو وقعت والحمد لله ما حصلكش حاجة بتقوم وتضحك، لو صحابك عملوا فيك مقلب دمه خفيف بتضحك، لو اتلخبطت أو نسيت كلام في النص بتضحك. أصل دي الحاجات اللي بتخلينا نفتكر إن الدنيا مش مستاهلة كل الهم اللي إحنا عايشين فيه. خليني أقولك إن الضحك بصوت عالي بيساوي حياة، حياة بصوت عالي، حياة مليانة حرية وعفوية. صوت عالي من القلب، صوت شخص عايش. إحنا مش روبوتات ولا مطلوب مننا نكون سيريس 24/7 يعني. اضحك وافرح وطلع الطاقة اللي جواك. الضحك مش بيضايق حد غير اللي نفسه يقدر يضحك أكتر منك، أو يمكن على الأقل زيك، بس لا عارف ولا قادر. خليك دايما على الموجة، خليك دايما في المود الحلو. وهنا تكون خلصت حلقتنا، بس الكلام عن الضحك بصوت عالي عمره ما بيخلص، ودايما للحديث بقية. كنتم مع جهاد فكري في هاي فايف، كل يوم خميس الساعة 6. إلى اللقاء في حلقة جديدة.